اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا. احنا على ميعادنا من الاثنين الجاي. النهارده حلقه جديده تنزل في اخر كل شهر. تنزل الحلقه دي بتلخص لك كل الريفيوز على كل الاخبار اللي حصلت الشهر ده كله، كل في الاندر جراوند في الراب سين في الاثنين. يعني عيش بقى، فاهم؟ قبل ما انسى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. تستنانا يوم الاثنين الجاي. كده في الحلقه يوم الاثنين مالناش دعوه بيها. يلا نبدا نشوف اخبار الاندر جراوند كانت بتتكلم عن ايه. اول حاجه حصلت في الاندر جراوند، عندك عزيز مرقه كانوا قايلين ان هو عامل حفله في الجامعه الامريكيه. الحفله دي اتلغت، وده كان عشان خاطر سعر التذكره العالي او هو ما اتفقش مع الشركه المنظمه. تاني حاجه حصلت، مصاري اجباري كانت عامله حفلتين واتاجلوا لاول مارس، اتلغت، لغوها خالص في ساعه الصور. تالت حاجه حصلت، مشروع ليلى نزل البوم جديد. واحنا قلنا ان ده مش البوم جديد ولا اي حاجه، كلها اغاني قديمه احنا سمعناها. فهي بس الفكره كلها ان كان في اغنيه جديده هي اللي نزلت، كانت اغنيه كويسه. رابع حاجه حصلت، عندك شارموفرز برضه نزلوا الالبوم الجديد انفصام. الالبوم كله كان حلو، الالبوم كله كان كويس. انفصام ما عدا اغنيتين كده اللي ما كانش ليهم اي لازمه. وعايز اوضح حاجه، اغنيه سامبا دي قديمه. وفي نفس الشهر دوت كايروكي سافروا امريكا، كان عندهم تور هناك، قعدوا 3 ايام في امريكا بيعملوا حفلات. وفي نفس الشهر دوت برضه كايروكي نزل الالبوم بتاعه ابناء البطه السوداء. الالبوم كله كان عباره عن 8 اغاني حاجه. الالبوم كان كويس جدا، الالبوم كان حلو، فيه مزيكا كانت فيه كويسه، في مزيكا جديده كانت كويس جدا. تمام. اغنيه كان ليك معايا دي كانت هي دي اغنيه البوم بتاعت الالبوم. احتمال يتقال ان كايروكي عندهم حفله الشهر الجاي. الشهر ده كله كايروكي مش ممكن كده. عندك محمد رمضان نزل اغنيه اسمها فيروس. شفنا بقى الحوار بتاع شادي سرور نزل تويتايه وهلسه كرمضان ومش عارف ايه والكلام. هينزل اغنيه يوم السبت الجاي باين، مش فيها محمد رمضان. وبرده فرجالي بيمارس هويته المفضله، بيشتم شادي سرور في الكومنتات. وادهم سليمان نزل اغنيه برضه، مش فاهم فكره ان هو مخبي عينه يعني، بس تراك كان قوي جدا. شهر 3 دوت اللي احنا فيه اتعلن عن الساوند كلاش اللي هيحصل في شهر 4 اللي جاي. دي كانت اهم الاخبار اللي حصلت في الاندر جراوند الفتره الاخيره. لما نشوف بقى اللي حصل في الراب سين بقى، احنا ممكن نقعد 60 ساعه فيه عادي جدا يعني. نبدا بقى بالتراكات اللي كانت نزلت، يعني احنا لسته. اول تراك كان تراك شاهين. يا بابي يا مخلع زي قبنوري، مستعجله على الجواز ما تصبري، تايه وبدور على نفسي زي دوري، هولع في نفسي بالبشبوري. يا بابي يا مخلع زي قبنوري، مستعجله على الجواز ما تصبري. اتكلمنا عنه وقلنا ان التراك ده كان قوي جدا. وعندك بعد كده مروان موسى نزل تراك اسمه شطار. بعاني من العظمه مش عايز الدكتور يشفيني، في مطعم ايطالي بناكل تورتليني بنده الجرسون بايدي. تراك كان قوي جدا بس الفيديو كليب ما كانش قد كده. عندك ويجز نزل تراكين. امي تقول لي بيقتل فيه، شد فيه انا ببعد فيه، اخر النهار بنفضل متزاملين. كلي وانا كل يوم ذاتك مكبرين، عايشين في عالم حب ومخامير، هنخدرهم ونرقصهم زي نار البوابير، فوازير حلاش غير شيانين. تراك اسمه ما تواليش لسه نازل، تراك كان حلو جدا على فكره. وعندك تراك تاني عمله اسمه وينك اليوم، ما كانش حلو قوي، ما اندمجتش معاه برضه. وعندك بعد كده برضه حصل عمل حفلتين، كان عامل حفلتين، حفله في مسرح الشمع وحفله كانت مع احمد كامل. وبرضه عندك حوار كان حصل بينه وبين راب وداي، اللي هو الحوار الباتل والاكل العيش وما ينفعش، والباتل اترفعت عمل لها هايب بعد كده. ده كان ملخص ويجز. عندك بعد كده فرغالي عمل المزيكا بتاعت ساوند كلاش، عمل المزيكا الكردي، عمل تراك لمحمد رمضان اسمه القمر، و3 كومنتات بيشتم فيهم شادي سرور، و65 بوست بيقول لك انه هنزل اغنيه انها تمام وما نزلتش. عندك يوسف جوكر نزل تراكين اسمه كسبت نفسي السما تمطر الصح وهعيش عبي شبح الاحتضار اتنكر لكن لسه ما حاصرني. نفسي السما تمطر الصح وهعيش. كنت صاحبي وعيلتي انا مش كويس، انا مش في حالتي، ملغي كاني واخد مؤبد في اوضتي، حاجات اتمنيتها فقدت قيمتها، الناس اللي حبيتها بكسل اكلمها، شكلي القوي ده مجرد شكلي، لكن من جوه لو شفتها تزعل، هقرب الساعه بس. بعد كده يوسف جوكر راح منزل كليب اسمه من لا شيء. التراك ده طبعا كان تحفه، بكليب بالفلو بالكلام بكل حاجه. عندك بعد كده بيوسف نزل 3 تراكات، نزل تراك ما تخافيش، روتوايلي، البرد في اكتوبر. ما تخافيش مش هسيب ايدك لما تقلقي، ما وعدكيش افضل موجود بس امشي ومش هغيب. بريال فكرة ان العيال كبرت، افكار منقوشة زي حشو الاسبسيال بردت، مدام مصر برج الدلو
عملت فرح طلبت الحلو غنى حلو مش ضامن شرطك ركز في الفرق قاعد في البيت بوديه نور الشريف في بيتي غريب اللوجو كئيب نيلي كريم صوتي مش حلو. عفروت نزل تراك اسمه ستار حتى ضاق بلساني بالسنارة والشك يتطبق صاجة نعمل بيه حصالة وانتي انا ستار اصحي فوقها ماما لقيت شخصيتك هايفة. التراك ده كان قوي جدا طبعا، كان بروف باي باتيستوتا. عندك بعد كده خيال نزل تراكين كانوا قويين جدا برضو. وعندك دماغي سند على ايدي انا عايز انام قلمي اصر يفضح سرك قدام الناس ويكلمك عارف ما يجيش في مخيلتك قد ايه انا اشتقتلك. تراك لسه نزل اسمه انا السكران ده بصراحه بالنسبه لي احسن من وهم. وعندك دانيون راح منزل 3 تراكات، احلى مسا عليك ولسه عايش و3 اكسات لسه نازل. الفلوس رزقك بس الموهبة بتخرف، ننزل على الترابيزة كل الاوراق تتفنط، دي تورته جديدة مش هتاخد من تركب مزيكتك واطلع عجز الشباب بسلاستي نجا من غير سلاسلي لو بالخير محدش فيهم شافني عاقل زمن مش عادل. التراك بتاع 3 اكسات ده كان اقواهم بصراحه، 80 بار اللي كانوا ديس عن ابيوسف والقصه دي كلها. واللي عندك بعد كده قلنا الباتل زون نزلت باتل لمفي وموب، طبعا قلنا برضه ان الباتل دي كان فيها عيوب كتير في الصوت والاضاءه والكلام ده كله. اللي عندك بعد كده الحاجات اللي هتحصل فانديتا هيروح باتل في ارينا تحت اسم راب اورداي. وعندك بعد كده راب اورداي نزلت 3 باتلات، اول باتل كانت لكيال وام، عندك بعد كده كانت كورسان وامير نشأت تمام. وعندك بعد كده باتل نزلت بين جريد بي وفين جي، جميل كان مستواه اتحسن، يعني مستواه برضه تحسن ملحوظ، كان فيه برضه كاريزما كده، كانت باتل عاديه يعني فاهم، تحس ان هو ماتش ودي يعني. وعندك لورد نزل تراكين. كنت طفل متعلق بيكي زي النوتيلا بس الشوكولاتة بعد الكارتيلا قبل ديفيد بعمل لي خطايا شير دراكس مود ناس عبير في مخك صوت همر فين اوفر دوز. تراك اسمه نوتيلا وتراك اسمه مافيس، تراكين كانوا كويسين. قلنا ان الكليب الاول كان قوي جدا، الكليب الثاني كانش قد كده. بمناسبه لورد الحصر، لورد هيسيب راب اورداي ده حقيقي على فكره مش بهزر. في شركه كلمته ان هي تيجي تصور له الكليبات بتاعته، يعني شركه عموما ترعى لورد، هو ما رضاش عشان خاطر راب اورداي. بس هو الفتره الاخيره دي كان بيتعرض لهجوم كتر النرفزه والعصبيه والنيرف اللي كان بيبقى فيه، حصل له طبعا مشكله في ودنه من كتر النرفزه تمام. انا بتمنى له التوفيق، بتمنى له النجاح عموما في الحته اللي هو يبقى موجود فيها. دي كانت اهم الاخبار اللي حصلت طول الشهر اللي فات، ما اعتقدش احنا فوتنا حاجه تاني، يعني مفيش حاجه فوتناها. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس، وتستناني يوم الاثنين الجاي في حلقه جديده من برنامج قوه.